مطرية مطرية. مشاهدي صدى البلد، وننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة أجواء هذا العرس الجميل، هذا الاحتفال الرائع، حفل إفطار المطرية السنوي الذي ينتظره الجموع الغفيرة من مصر والوطن العربي على أحر من الجبر. يمكن خلاص كل موائد الإفطار هنا في منطقة المطرية اكتظت وامتلأت بالصائمين الذين سيتناولون الإفطار عقب ساعة من الآن. خليني أقول لحضراتكم هنا الأجواء أكثر من رائعة، أجواء جميلة جدا جدا، أشبه باحتفالات في كل الميادين والشوارع هنا بمنطقة المطرية. خلاص الأطعمة والوجبات الرمضانية تم وضعها على موائد الإفطار، هذه المائدة التي اجتمعت عليها القلوب قبل الأيادي على الإفطار ليعيشوا هذه الأجواء الروحانية وهذه الأجواء الرمضانية المتميزة هنا من قلب المطرية. خلونا أقول لحضراتكم أن إفطار المطرية اللي بدأ عام 2013 النهارده بنحيي ذكراه ال11 في عام 2025، هذا الإفطار الذي يأتي هذا العام في يوم 15 رمضان. خليني كمان نؤكد أن كافة وسائل الإعلام المصرية والعربية حريصة أنها تنقل الأجواء المميزة هنا في منطقة المطرية. أحاول أتمشى مع حضراتكم كده وأنقل لكم الأجواء والأسر المصرية اللي هم مبسوطين النهاردة وجايين يفطروا مع الأهل والأحباب والأصحاب ويتناولوا وجبة الإفطار الرمضاني. خلينا كمان نؤكد ان الاجواء المتميزه دي يمكن تم التجهيز ليها من اسابيع ومن اول رمضان. اهم الوجبات اللي بيتميز بيها طبعا ان شاء الله الافطار هذا العام، واللي بيبقى عباره عن وجبه مكونه من الارز واللحوم والسلطات، بجانبها ازازه عصير وميه وايضا التمر اللي بنفطر عليه كلنا. الحقيقه يعني الاجواء المميزه والرائعه هنا في منطقه المطريه ان كل الناس اللي موجوده هنا عيله واحده. عايز اقول لكم مش بس اهلنا من المطريه اللي موجودين هنا، لكن كمان من جميع المحافظات المصريه، مختلف الجنسيات من جميع الدول العربيه موجودين وحريصين النهارده ان هم يكونوا في المطريه، في اللابس التيشيرتات الخاصه بالتنظيم، في اللابس التيشيرتات الخاصه بهذا الاحتفال وهذا اللوجو او الطابع الخاص به الافطار السنوي لاهل المطريه. الاحتفالات في كل مكان، الاهالي من الشرفات والمنازل بيبادلوا التحيه للمواطنين المتواجدين هنا في منطقه المطريه عشان يفطروا. خليني اقول لحضراتكم ان مش بس يعني المطبخ الرئيسي لهذا الافطار اللي تم من خلاله تحضير كل هذه الوجبات، لكن ايضا الاسر في المنازل المختلفه في المطريه قاموا باعداد العديد من الوجبات. يمكن افطار المطريه هذا العام بيحمل عنوان مصر بخير، ال11 غير ال11 يعني السنه ال11 اللي بيتم اقامه هذا الفطار الجماعي الرهيب في كل منطقة المطرية وشوارعها التي تتزين بزينة رمضان الجميلة، وأيضا أهلها الطيبين اللي هم بيرحبوا بأي حد حابب ان هو يعيش هذه الأجواء الجميلة في منطقة المطرية. خلينا كمان نؤكد ان الطابع الجميل هنا، الطابع الرمضاني والاجواء الاصيله لازم تعيشها في المطريه وفي الاماكن الشعبيه اللي بنسترجع فيها الذكريات الجميله، وايضا الاجواء المميزه في شهر رمضان المبارك. كل عام وحضراتكم بالف خير، ومتواجدين مع حضراتكم ان شاء الله حتى الفطار لنشاهد كل هذه الموائد. زي ما قلت لحضراتكم تقريبا كل الناس قعدت منتظرين ان شاء الله مدفع الافطار ينطلق واذان المغرب حتى يتناول الفطار. الناس متواجده هنا اللي هيتناول الافطار من الساعه 2 او الساعه 3 عصرا، ومنتظرين طبعا ان هم يعيشوا هذه الاجواء الجميله. استاذن زميلي احمد بس وصابي لو يجيب لنا برضو الفرحه في الشرفات، وايضا الناس اللي هي بتؤازر الناس الجميله اللي موجوده هنا عشان تفطر. كل سنه وانتم طيبين وبالف خير وصحه وسعاده. ويمكن هي دي الاجواء المصريه ودي العيله المصريه الواحده اللي بتميز. كل سنه وانت طيب. حضرتك منين؟ مطروح. مطروح جاي من ايه مخصوص النهارده؟ طبعا طبعا في المطريه. طبعا المطريه حاجه كبيره يعني. ايه رايك في الاجواء؟ ما شاء الله والله الاول مره نشوفها. ما شاء الله. اي والله. في الاجواء دي موجوده في مطروح؟ لا طبعا ما فيش الكلام ده. بس الاجواء هنا جميله 100% حبيبي. لسان صحه والسلامه. يعني زي ما قلنا كتير من اهلنا من جميع المحافظات المصريه موجودين هنا عشان خاطر يفطروا. كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم. كل سنه وانت ايه؟ اسالني سؤال بقى، اسالني. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. حضرتك طيب يا فندم. حضرتك منين؟
من الأمرية. الأمرية. ليه جاية تحضري النهارده فن فطار المطرية مع الأسرة والأهل والأصدقاء والأحباب؟ والله أنا جاية بصراحة، عجبني الأوضاع هنا وقلت أجي مع أصحابي يعني وكده. لمة حلوة هنا في الفطار. أكيد أكيد أكيد. أول مرة ولا حضرتوها قبل كده؟ لا أنا أول مرة والله بصراحة. حضرتك أول مرة برضه أستاذنك لو طب؟ أول مرة؟ كل سنة باجي من 2013. يعني 11 سنة بتيجي؟ طبعا من أول ما ابتدت المطرية تعمل الاحتفالات واحنا بنيجي كل سنة أنا وولادي. كل سنة الموضوع بيزيد أحلى وأحلى، وكل سنة بيبقى فيه تطور أكتر، وكل سنة الموضوع بيوسع وبقوا قدوة لأكتر من شارع وأكتر من مكان. نتمنى إن المطرية تفضل دايما هي الأساس. أجواء جميلة هنا ما شاء الله. جدا جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين وأفطار إن شاء الله. حضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب. على السلامة. حضرتك منين؟ انا من شبه القناطر. جاي مخصوص هنا المطرية؟ جاي مخصوص. تعيش الأجواء الحلوة. جميلة والله، وحاجة حلوة جميلة يعني. إيه رأي حضرتك؟ لا جميل بسم الله ما شاء الله. انا اول مرة احضرها بس حاجة حلوة يعني. كنت متوقع إنك أنت تشوف الأجواء والزحمة والناس؟ لا والله ما كنتش متوقع، بس حاجة كويسة يعني. الناس كلها مبسوطة يعني. تمام. الحمد لله تمام. كل سنة وانتم طيبين. توسع السلامة. يعني اجواء جميله، كله فرحان، كله ماشي يصور كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيب. حضرتك منين؟ انا من نفس الشارع. من هنا بقى. اتكلمنا على الاجواء بتاعتكم، الاحتفالات كل سنه واللي انتوا بتقدموه لزواركم من جميع محافظات مصر والوطن العربي. والله كلنا واحد، وكلنا اللي بايده بقد حاجه بيقضيها وكلنا بنحب بعض. وهي بدات الاول كده 3 4 ترابيزات وبعد كده واتوسعت والحمد لله يعني. وزي ما انت شايف كل شوارع المطريه، كل شوارع المطريه، عشان احنا نفسنا ال 30 يوم يبقى يجوا عندنا واحنا نشيلهم فوق راسنا. مبسوطين بالناس دي كلها جدا جدا رغم الزحمه رغم الزحمه دي فرحتنا. احنا بنستنى رمضان عشان اليوم 15 يا 30 يوم يبقى احسن واحسن. سنة حضرتك وانت طيب. يعني عايز اقول لحضراتكم من الجمال كمال والعلامات المميزه هنا في افطار المطريه ان تم دهان المنازل قبل الافطار. ايضا هناك عبارات الترحيب بالضيوف زي شكرا على الكلمه الحلوه، بيت العيله، نجومنا اللي مشرفينا. في ناس بتبقى بتفارق وتسيبنا انما بيعيشوا جوانا. العديد من الجمل الجميله اللي مكتوبه على بلكونات وشرفات المنازل هنا في منطقه المطريه اللي بيرحبوا من خلالها بكل حفاوه لكل زوارهم في هذا الافطار السنوي وهذا التقليد الرائع وهذه الاجواء المتميزه. بالاضافه ايضا يعني تم وضع مجموعه من الصور للمنظمين والقائمين وايضا من ابتدعوا هذه الفكره الجميله اللي اصبحت زي ما بيقولوا كده براند او ماركه مسجله عند كل الوطن العربي اللي بيتساءل مع بدايه رمضان امتى افطار المطريه عشان يشوفوا هذه الاجواء وهذه المشاهد الرائعه وهذه المشاهد المتميزه في منطقه المطريه. والناس اللي جايه من كل مكان عشان تسعد وتعيش احساس الاسره المصريه الواحده والعيله المصريه الواحده. كل واحد من اول ما بيدخل اول المطريه ماسك جواله بيصور. اعتقد اكبر سفير النهارده للمنطقه الشعبيه وللدوله المصريه زوار منطقه المطريه اللي فخورين بكل صوره وبكل مشهد بيصوروها على موبايلاتهم وبينشروها على السوشيال ميديا عشان يوضحوا العراقه والاصاله والجمال اللي بيمتاز بيه مجتمعنا المصري واللحمه والتكاتف والتكافل الاجتماعي الجميل في العيله المصريه الجميله اللي هي بتبقى متواجده في مثل هذه الاجواء في منطقه المطريه. يعني احنا خلاص تقريبا ساعه ل 10 دقائق وما زالت الناس بتيجي، كل الناس ما زالت بتيجي هنا في منطقه المطريه. كل سنه وانت طيب. انتوا منظمين؟ قول لي بقى بتعملوا ايه؟ ازاي بتستقبلوا كل الاعداد الرهيبه؟ زي ما انت شايف بنستقبل الناس من بره، بنيجي القعده هنا على الكراسي وبنرحب بيهم وكل الحب ليهم. طب الناس الكتير انا شايف ناس قاعده ولسه يمكن مئات والاف داخلين. كل اللي داخل دوت فوق راسنا، بس المشكله العدد الكبير احنا برضو بنكون عاملين حسابه. والله كل دوت بيبقى معمول حسابه. بره في ستيدج، بره في ناس بتسقف وبتهيص وعيلتنا دي كلها وكل الناس دي فوق دماغنا. ما نقدرش نمشي حد ولا نقول لحد لا. يعني نقدر نقول كل اللي داخل وحتى اللي هيجي عند الفطار او لحظه الفطار يفطر. بص اهو اكل تيك اواي. اتفضل. الوجبه عباره عن ايه؟ ده رز ولحمه وطبيخ. يعني ايه الوجبات اللي هي موجوده على وجبات؟ دي وجبه تيك اواي. يعني انتوا بتشوفوا الضيوف اللي هم لسه ما قعدوش برضه بتحاولوا تضيفوهم بحيث ان كل الاطراف تكون متراضيه. زي ما انت شايف كده الاجواء جميله ممتعه جدا زي ما انتم شايفين. ده حاجه اساسي طبعا. ميت او عايش موجود معانا في قلوبنا. كلنا هنا اخوات وحبايب. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. رمضان كريم. ايوه مصر بخير.
11 خير. مصر بخير 11 خير. مصر بخير 11 خير. مصر بخير 11. مطريه فين شعار؟ مطرية 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 دولة، مطرية دولة. سلام طيب. صحة والسلام. رايك في الاجواء الحلوه؟ لا الأجواء جامدة بصراحة، المطرية يعني بصراحة دولة 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 بمعنى الكلمة. لا بصراحة استقبال جميل والناس كلها مبسوطة. المطرية منين؟ بنها جاي مخصوص عشان تحضر؟ مخصوص أكيد، ومستأذن ومخصوم له نص يوم من الشغل النهاردة بسبب المطرية، بس المطرية دولة. والله فعلا ده حقيقة، جايين من بنا مخصوص عشان نحضر الأجواء دي. كل سنة وأنت طيب. السلام عليكم. طمني بقى ايه الاخبار لحد دلوقتي؟ الاخبار زي الفل والحمد لله، كل سنه من احسن لاحسن، وكل ده طالما الدوله في ظهرنا والدوله معانا ومساعدانا. احنا الحمد لله المطريه بتوري العالم كله ان مصر كلها ايد واحده. كنتوا متوقعين العدد ده النهارده؟ احنا متوقعين يعدي ال 100,000. يعني بيقولوا اكتر من 150,000. احنا 20 شارع، كل شارع شايل ما يقلش عن 10,000 واحد. 20 شارع. 20 شارع مفتوحين. كل سنه وانتم طيبين. ربنا يخليك وأنتوا طيبين. شاكرين على الجمال ده والله. كل سنه وانتم طيبين. شكرا. يمكن هي دي الاحتفالات الجميله في منطقه المطريه والافطار الرمضاني المميز في قلب القاهرة، في قلب مصرنا الحبيب منطقة المطرية. وأهل المطرية النهاردة اللي بيسطروا يعني احتفال جديد في الاحتفالات الرمضانية من الإفطار الرمضاني السنوي الخاص بأهلنا المطرية اللي بينتظروا الجميع على أحر النجام حتى نعيش مثل هذه الأجواء المميزة في شهر رمضان المبارك. وده اللي بيؤكد دايما أن رمضان في مصر أكيد حاجة تانية، لأن الأجواء متميزة ورائعة وشعبها شعب مضياف، شعب كريم بيرحب به الجميع، حريص أن هو يبرز الطابع الرمضاني في مثل هذه الأجواء الجميلة في شهر رمضان المبارك. كل سنة وحضراتكم طيبين. والرائعة التي تميز الشعب المصري خاصة في المناطق الشعبية الأصيلة، الأجواء الرمضانية والروحانيات، اللحمة والتكاتف الاجتماعي الجميل الذي يظهر دائما في هذه المناطق الرائعة. إفطار المطرية الذي أصبح بصمة في السفرة المصرية والمائدة المصرية في شهر رمضان المبارك. قبل يعني قدوم شهر رمضان الجميع يتساءل متى سيكون إفطار المطرية. إفطار المطرية الذي بدأ عام 2013 احنا في عام 2025 رمضان. ما شاء الله يعني متعاونه سواء في يعني الترحيب بالناس اللي داخله تحضر الفطار او حتى الناس اللي بتجهز. قول لي بقى مجهزين النهارده او ابرز ما يزين السفره المصريه من فطار رمضاني في قلب المطريه الجميله اللي كل الناس النهارده بيشوفها في جميع انحاء العالم. بس احنا السنه دي ال11 لينا، وفي شعار لينا كده بيقولوا مصر بخير، والسنه ال11 غير، والمطبخ العزومه السنه دي غير بالكميه المطلوبه مننا. احنا اول سنه يطلبوا منا الكميه دي، احنا السنه اللي فاتت كنا بنتكلم في 10,000 وجبه، احنا السنه دي معديين 50,000 وجبه. 50,000 وجبه؟ يعني اكتر من 50,000 فرد، ده غير الناس التانية اللي ممكن تستنى تشوف الاحتفالات. يعني 50,000 وجبه دول يعني معلش احنا هنعمل 50,000 وجبه على الترابيزات، انما انت اللي هيجي لك العدد ممكن يعدي 150,000، لان احنا وجبات اضافيه كمان جايه. يعني احنا بص احنا عاملين حسابنا على الترابيزات مثلا اللي هيقعدوا على الترابيزات مثلا 30-35,000، وعاملين 15,000 برضك للناس اللي ورا الترابيزات اللي بيبقوا واقفين، لان دي مقدرتنا. احنا مش هنقدر معلش مش هنقدر ان يطلب مننا عدد اكبر من كده ولا كميه اكبر من كده، بس اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. يعني بركه ربنا مشيت معانا النهارده وعدت على خير. بتجهزوا الاكل من امتى يا شيف؟ احنا بنجهز انا قبلها بيوم يعني. لا يعني انتوا من امبارح شغالين بتجهزوا في الاكل؟ من امبارح بعد صلاه المغرب على طول صلينا المغرب، قطعنا الفراخ بتاعتنا وتبلناها وجهزنا الشوربه بتاعتنا وجهزنا عايرنا الرز بتاعتنا الكميات كلها، وجهزنا اللحوم بتاعتنا اللي هنشتغل عليها، وابتدينا بقى ان احنا كده من الساعه 2 بالليل ان احنا نسلق في اللحوم بتاعتنا، ونخش من الساعه 7 الصبح نبتدي نسوي في الرز. يعني ايه الاكلات اللي موجوده معانا النهارده غير الفراخ؟ هو احنا كل سنه كنا دايما بنعمل رز بسمتي وشيش، انما السنه دي احنا دخلنا الايتم بتاع اللحمه، بقى الموضوع معانا داخل في رز بسمتي وشيش اللحمه عملناها سلقناها وعملناها بالصوص البراون. ربنا يعز حضرتك. افطار جميل النهارده باذن الرحمن ان شاء الله باذن صندوق
ان شاء الله باذن الله، شرفتونا ونورتونا. ربنا يسعدك. ربنا يعينكم. اسيبك بقى عشان ما اعطلكش، انا عارف انت مشغول دلوقتي. الحقيقه يعني الجمال كمان في التجهيزات. عايز اقول لحضراتكم دلوقتي ان شاء الله بعد شويه هننتقل ونوريكم السفره اللي موجوده في كل شوارع المطريه واللي بدا التجهيز ليها، وفي ناس ما زالت موجوده من دلوقتي. يعني احنا قبل الفطار بساعتين الا ربع تقريبا، ولكن الناس مستعده، الناس متواجده مش بس في التجهيزات ولكن كمان في السفره. تعالوا مع بعض نشوف كده الشباب الجميل اللي بيحضر واللي ان شاء الله بيجهز النهارده الوجبات. السلام عليكم، كل سنه طيبين. قول لي بقى بتعمل ايه؟ زي ما حضرتك ما شايف، حط معلقه الرز. يلا يا عبد الله. زميلك بيحط اللحمه؟ اكيد. من امتى بقى انتوا شغالين في الموضوع ده؟ انا بقالنا 3 ايام ما نمناش على فكره، بس دي السنه ال11 وفي سنتين ما تعملوش سنه كورونا. ايه رايك في الاجواء الحاجات الجميله دي؟ يعني انتوا ما شاء الله معتادين كل سنه، حتى اصبح مزار الحقيقه يعني المطريه كمان. تمام. انت حضرتك حاسس بايه؟ لا انا حاسس بالفخر والله. وايه تاني؟ والاماكن الشعبيه الجميله اللي زي كده يعني. وايه تاني؟ انا المذيع حضرتك. انا عارف. ما انا هرد عليك دلوقتي. شفت انت مبسوط قد ايه وسعيد وفرحان؟ احنا اكتر منك بزياده عشان انت فرحان. الله يبارك وغيرك انتوا ناس جميله والله، انت منورنا وفوق دماغنا من فوق. كل اللي بيشارك وبيحضر من اهل المطريه. من اهل المطريه. مبسوطين باللي انتوا بتعملوه ده؟ طبعا مبسوطين. انا مش شايف بس اهل المطريه الموجودين ده، بس من كل انحاء مصر ومن الوطن العربي، وشايف اجانب كمان جايين. كله جاي بيجي يشارك، كله بيجي بيبقى نفسه يجي يشارك معانا. وانت طيب. كله بيجي يفرح معانا من كل انحاء. طبعا يعني اهم حاجه عندنا كل الناس مبسوطه، اهم حاجه عندنا. ان شاء الله دايما مبسوطين وفرحانين. الصورة يمكن بتاعة السنة اللي فاتت بتاعة التجهيزات ما شاء الله، يعني نفس الموضوع وكل سنة على هذا المنوال. أجواء ولا أروع، أجواء ولا أجمل هنا في المطرية في الأجواء الرمضانية وحفل الإفطار السنوي اللي النهاردة 15 رمضان بيقام في المطرية. معاكم من المطبخ. بعد شوية هناخد جولة كده في كافة أرجاء الفطار، ولكن هسيبكم دلوقتي في نظرة سريعة لمطبخ المطرية. مشاهدينا دقائق بسيطة تفصلنا عن أذان المغرب. اللحظات الحاسمة هنا في منطقة المطرية، الإفطار السنوي الذي ينتظره الجميع من العام للعام. هذا المشهد الجميل، هذه الظواهر الرائعة في منطقة المطرية، اللحمة الجميلة الاجتماعية. كل سنة وانتم طيبين. الحقيقة حاجة في غاية الروعة. كل الناس هنا يعني بساعد أنا معاهم في الإفطار، كله بيساعد، مفيش أدنى مشكلة. أهم حاجة كله يفطر، أهم حاجة كله يعيش الأجواء الرمضانية كأنهم قاعدين على طاولة في أي بيت من البيوت المصرية الجميلة. إفطار المطرية، بدأت الأنوار خلاص، بالظبط 3 دقائق تفصلنا عن أذان المغرب. كل سنة وحضراتكم طيبين. هذا الإفطار الذي تم إعداد العدة ليه منذ رمضان المبارك، وتم تجهيز الوجبات منذ أول أمس. طبعا أسجل مع حضرتك أمي، كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيب يا حبيبي. حضرتك من المطرية؟ أيوة من المطرية. إيه رأيك في الأجواء هنا؟ وكلمونا على الحاجات الجميلة اللي أنتم بتقدموها لكل الناس. أنا ساكنة عند الشارع اللي ما بتخمرش فيه العجينة بتاعت ستنا مريم. تيجي هنا تفطري مع الناس في اليوم الجميل ده؟ يوم جميل والله، عشان فرح البيت. جاية مع مين؟ مع بنتي. الأسرة كلها؟ لا مع البيت بقى. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك بألف صحة وسلامة. استاذنك لو تقف بس عشان نشوف، قول لنا بقى الاجواء الجميله دي وايه اللي بتقدموه لكل ضيوف المطريه النهارده. وانا شايف النهارده كلنا اسره مصريه واحده في قلب المطريه. ايوه طبعا المطريه اهل الجود والكرم بصراحه، وانا من المطريه وافتخر ان انا اهلي وبلدي المطريه، بتشرف ببلدي واهلي المطريه. وحضرتك بألف صحه وسلامه يا رب. بصراحه المطريه يعني بصراحه احلى شعب واحلى حاجه في المطريه اهل المطريه. النهارده اشبه احتفال جميل جدا جدا في منطقه المطريه، مش بس حفل افطار رمضاني ولكن حفل رهيب في كل شوارع المطريه. عايز اقول لحضراتكم ده واحد من 10 شوارع بهذا الحجم. الشارع بيمتد لاكثر من 150 متر، اضرب في 10، فبالتالي اعداد مهوله جدا جدا من الضيوف اللي موجودين النهارده ومن اهل المطريه الجمال.
وخلاص هنعد العدة التنازلية لأذان المغرب والمدفع الرمضاني اللي بناء عليه كل الناس الجميلة المتجمعة النهاردة هيفطروا في هذه الأجواء الرائعة في منطقة المطرية الأصيلة اللي بنستعيد من خلالها أجواء وروحانيات شهر رمضان المبارك والطابع الجميل اللي بيتميز به المصريين. عشان كده دايما يقال رمضان في مصر حاجة تانية. ده مش شعار ولا كلام، ده أكيد وعلى أرض الواقع، لأن الجمال ده والمشاهد الرائعة دي مش هتشوفها إلا في مصر. كل سنة وحضراتكم طيبين، وتعالوا مع بعض نفطر سويا على الهواء مباشرة في حفل الإفطار السنوي ال11 لمنطقة المطرية. اتفضل.